اللي في الصورة دي اسمها سارة. قصتها من أغرب القصص اللي حصلت في 2024، والقصة دي بدأت لما اتجوزت ابن عمها وانتهت لما قالت له بالظبط 3 كلمات. وفعلا القضية دي هتعلمك حاجات كتير، وأولها يوم 8/1/2024 بلاغ يوصل لاسم شرطة الطلبية إن في مصيبة حصلت في واحدة من الشقق في المنطقة التابعة لدايرة الاسم، عشان فورا تتحرك الأجهزة الأمنية وتروح للشقة دي ويتفاجئوا بمشهد غريب جدا. بس قبل ما تعرف هم شافوا إيه، تعال نرجع لورا سنتين 2 عشان تشوف المشهد اللي بسببه حصل المشهد ده. المشهد بدأ لما أحمد اللي كان عنده وقتها 29 سنة مقيم مع أهله في الفيوم وشغال عامل في المحاجر، كان قاعد في قعدة عائلية مع أهله، وفجأة فتح معاهم موضوع الجواز، وإنه أخيرا قرر إنه ياخد الخطوة دي، وإنه لقي البنت اللي قدرت إنها تخطف قلبه وشاف فيها كل المواصفات اللي بيدور عليها. وطبعا ده كان حدث مش عادي بالنسبة لأهله اللي كانوا بيلحوا عليه من فترة إنه ياخد الخطوة دي، وكان نفسهم جدا إنهم يفرحوا بيه. وساعتها الأم بمنتهى السعادة سألته مين هي العروسة اللي اخترتها، عشان يرد أحمد عليها ويقول لها أنا هتجوز سارة بنت عمي. لكن للأسف الجملة دي وقعت على دماغها زي الصعقة، وبدأ يظهر على وشها ملامح الغضب، وده لأن سارة بنت عمه اللي كان عندها 28 سنة كانت متجوزة قبله وعاشت تجربة جواز فاشلة واتطلقت من فترة قريبة، في حين إن هو شاب أعزب وما اتجوزش قبل كده. وطبعا وقتها والدته نبهت عليه إنه يمسح الفكرة دي من دماغه، وإنها فكرة بائسة ومحكوم عليها بالفشل من قبل ما تبدأ. لكن أحمد أصر على موقفه ورفض تماما إنه ينساها، وقال لهم إنه مش هيكون مبسوط غير معاها، وإن هي دي البنت اللي اختارها قلبه، وإنها غير كل ده تبقى بنت عمه وهو عارف كل حاجة عنها وعن حياتها. وفعلا يبدأ أحمد في تجهيز شقته اللي هيتجوز فيها واللي كانت موجودة في بيت العيلة. وبرغم الفرحة اللي هو كان فيها وصوت الأغاني والموسيقى اللي كان في كل ركن من أركان البيت، لكن أهله ما كانوش راضين أبدا عن الجوازة دي، وكان قلبهم مليان حزن وعدم رضا عن قراره. لكن خلاص أحمد كان خد قراره ومفيش مجال للاعتراضات، وتمر الأيام ويتم جواز أحمد من سارة ويعيشوا في شقة الزوجية. وبحكم إن الشقة بتاعتهم في بيت عيلة كان احتكاك سارة بأهل أحمد كتير شوية، وطبعا لأنهم ما كانوش بيحبوها ولا طايقينها وشايفين إنها خطفت ابنهم، فكانت بتلاقي معاملة جافة جدا منهم ومشاكل بسبب ومن غير سبب، وكان الوضع مش مريح بالنسبة لها. وعشان كده طلبت من جوزها أحمد إنهم يسيبوا بيت العيلة ويستقلوا بنفسهم في شقة منفصلة بعيد عن كل الكلام ده، وعشان يقدروا يعيشوا مع بعض حياة هادية ويربوا ولادهم في المستقبل كويس. وبرغم ان احمد حاول كتير جدا انه يصلح بينها وبين اهله ويقرب المسافات بينهم، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، واستمر الوضع على كده لحد ما سارة بقت حامل في ابنهم الاول، وبالتحديد اكتر لحد يوم ولادة الطفل ده. ولادة سارة ما كانتش سهلة. والدة سارة قالت انهم اضطروا يسافروا بيها عشان تتم الولادة في واحدة من مستشفيات القاهرة، وكمان بعد الولادة بساعات الدكتور طلب ان يتم نقل الطفل لانه بيعاني من مرض في المناعة. لكن رغم كلام الدكتور احمد اصر انه ياخدها هي وابنها ويرجع بيهم الفيوم، وفعلا ده اللي حصل. وساعتها سارة اعترضت وقالت له ان ابنهم لازم يتعالج في القاهرة زي ما الدكتور قال. وساعتها احمد اتعصب واتعدى عليها وخد الولد وخباه عند اخته عشان وقتها سارة تبلغ الشرطة، وفعلا يقدر رجال الشرطة انهم يرجعوا الطفل لحضن والدته. وبعدها خدته وراحت عاشت بيه مع عيلتها، وبدأت سارة لوحدها في رحلة علاج ابنها. وطبعا عشان تبدأ الرحلة دي كان لازم تروح بيه القاهرة وتقعد معاه، وعشان كده سارة فعلا سافرت للقاهرة واستأجرت شقة في منطقة الطلبية. وبعدها جوزها عرف بالموضوع وراح لها وصالحها وعاشوا مع بعض في الشقة دي. بس للأسف مع غلاء المعيشة في القاهرة وتكاليف علاج الولد وكمان إيجار الشقة اللي كانوا قاعدين فيها، أحمد لقي نفسه مش عارف يجيب فلوس لكل ده. وساعتها قررت سارة إنها تساعده وطلبت منه إنها تنزل هي كمان تشتغل في مصنع ملابس. وساعتها وافق أحمد على طلب سارة وسابها تنزل تشتغل، لكن للأسف وقتها هو اللي بدأ يهمل في شغله ويعول على شغلها أكتر في نفس الوقت اللي كانت هي شغالة فيه بكل طاقتها ومش شايفة قدام عينيها غير ابنها ومصاريف علاجه وإنها توفر له حياة كريمة. وفضلت حياتهم ماشية بالشكل ده لمدة 5 شهور تقريبا، لحد ما توفى صاحب المصنع اللي كان راجل كبير في السن ومسك ولاده
لإدارة المصنع مكانه. وساعتها طلب منها أحمد إنها تسيب شغلها وتلزم بيتها، لكن سارة وقتها كانت شايفة إن الوضع ما يسمحش إنها تسيب شغلها دلوقتي، وإنها لو عملت كده مش هيكون في فلوس لعلاج ابنها، وبالتالي رفضت طلب أحمد وقالت له إنها لازم تكمل شغلها عشان مصاريف علاج الولد، وطلبت منه إنه يسيبها وما يمنعهاش عن الشغل. لكن أحمد أصر على طلبه وإنها لازم تسيب شغلها. وساعتها حصل صدام كبير بينهم وتعصبوا على بعض، وكل واحد بقى يرمي التاني بالكلام. وسارة تقول له هنزل غصب عنك، وهو يقول لها مفيش نزول، لحد ما طلع من سارة 3 كلمات أفقدوا جوزها عقله تماما، وكانوا هما كلمة السر اللي أدت لمشهد النهاية، وإن أحكي لكم قصتها النهاردة. وبعد ما حصلت المصيبة اللي هتعرفوها كمان شوية، فضل أحمد قاعد مكانه وهو مش عارف يفكر المفروض يعمل إيه أو يطلع نفسه من المصيبة دي إزاي، وفضل عاجز عن التفكير لحد ما في اليوم اللي بعده اتصلت والدة سارة ببنتها عشان تطمن عليها. ولما لقيت إنها ما بتردش على الموبايل، رنت على جوزها اللي رد عليها وقال لها إن سارة بتغسل هدوم ومش فاضية. لكن لفت انتباهها ان ابنهم بيعيط بصوت عالي، ومش طبيعي ان سارة تنشغل وتسيب ابنها بيعيط كده، خصوصا انه تعبان وماشية في رحلة علاجه. واللي قلقها اكتر ان بعد ساعات كان احمد جوز بنتها بيخبط على باب بيتهم وساب معاهم الطفل. ولما سألته عن سارة قال لها هتخلص غسيل وتيجي. وطبعا وقتها الام قلقت اكتر وبدأت ترن على بنتها تاني، لكن مفيش رد كالعادة، عشان تطلب من جوزها اللي هو ابو سارة انه يروح دلوقتي لبنتهم ويطمن عليها. وفعلا يتحرك والد سارة فورا، واول ما وصل فضل يخبط على باب الشقة كتير لكن مفيش استجابة، وبدأ يشم ريحة غاز ويسمع صوت مية عالي طالع من جوه الشقة. وساعتها دخل الشقة بسرعة بنسخة مفتاح احتياطي كانت سارة سايباها معاه عشان يتفاجئ ان بنته مرمية على الارض وفرقت الحياة تماما. وعلى طول ابو سارة يبلغ الشرطة اللي وصلت خلال لحظات، ونوصل لمشهد البداية. بلاغ يوصل لاسم شرطة الطلبية ان في مصيبة حصلت في واحدة من الشقق في المنطقة التابعة لدايرة الاسم، عشان فورا تتحرك الأجهزة الأمنية وتروح للشقة دي. وتتفاجئ بمشهد غريب جدا، سارة كانت نايمة على الأرض وعليها إصابات عبارة عن كدمات في عينيها وآثار إيدين على رقبتها من الجنبين. وساعتها والدها اتهم جوزها إن هو اللي عمل فيها كده وهرب، عشان فورا تبدأ حملات مكثفة لضبطه وإحضاره. وخلال أقل من 24 ساعة كان تم ضبط أحمد في الفيوم، وتبدأ معاه وصلة من التحقيقات اللي قال فيها إنه ما كانش يقصد انه يخلص عليها، وانه كان بيحبها، وانه ارتكب الحادث في لحظة غضب وكان فاقد السيطرة على اعصابه، وده بسبب انها قالت له انت مش راجل. وما حسش بنفسه غير وهو ماسكها من رقبتها وبتقع على الارض مفارقة الحياة. وقال بالنص قالت لي انت مش راجل فخنقتها بايدي من غير قصد. وبالنسبة لعلاء اخو سارة فهو قال ان اخته ما كانش عندها خلافات مع حد، وانها كانت بتصرف على علاج ابنها. وقال ان جوزها فتح غاز الشقة عشان يثبت انها توفت مخنوقة، وكمان حاول يخفي معالم جريمته بانه يفتح الميه ويسيبها شغاله عشان تغرق الشقه من جوه. وقال ان ممكن يكون اللي خلى جوزها يعمل كده انها عندها شقه في الاسكان الاجتماعي ودفعت المقدم بتاعها، وانه كان متضايق ان الشقه باسمها هي، عشان كده خلص عليها عشان ابنها يورثها وياخد هو الشقه. وبعيد عن اي سبب، فانا شايف ان مفيش سبب يبرر له اللي هو عمله، والمتهم حاليا محبوس على ذمه التحقيقات، وان شاء الله هياخد جزاؤه العادل. لو وصلت لحد هنا ضروري ما تنساش تعمل لايك للحلقة عشان توصل لغيرك، وتدعي لسارة في التعليقات. وحاولوا تحلوا مشاكلكم بالحوار الهادي بعيد عن اي تعصب او كلام جارح، لان اديكوا شايفين الطريقة دي لحل المشاكل ممكن توصلنا لفين. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.